قبل ما نبدأ، حابين نقول إن دعمكم ده هو اللي بيخلينا نكمل. فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة، وقول لنا في الكومنتات حابين الفيديو الجاي يكون عن إيه. يلا بينا على قصة جديدة. تعالوا نجرب النهاردة حاجة جديدة، حاجة أقدم شوية من الملاحم الإغريقية. هنرجع ورا بالزمن حبتين تلاتة، 2000 years later. وفي موقع جغرافي أبعد شوية من روما واليونان. هننزل تحت في الخريطة للصحاري، تحديدا بلاد ما بين النهرين، حضارة الرافدين المليئة بالقصص والحكايات. ده صورني يا عطواني، ده صورني يا عطواني، ده صورني يا عطواني. علماء الآثار اكتشفوا 12 لوح طيني يعودوا لفترة سلالة أور التالتة، ملحمة زي ملاحم هوميرس، الإلياذة وكده. وواضح إن في الأزمنة دي الأدب وكتابة الشعر والملاحم كان جزء لا يتجزأ من أي ثقافة، زي برضه مثلا حكاية سنوحي في الحضارة الفرعونية. المهم، للأسف 11 لوح بس اللي كان ينفع يتفك شفراتهم، لأن اللوح ال 12 كان مطموس، بمعنى بايظ ما ينفعش يتقري، وكان باللغة المسمارية القديمة. جلجامش أو بلجامش بحسب النطق بلغتهم كان ملك مدينة أوروك، وكان كالعادة سيمي جاد، يعني نص بشر ونص إله. جلجامش كان ملك غير محبوب بالمرة من قبل شعبه، وكان قوي جدا لدرجة إن هو يقدر يهزم أسد بدون عدة أو عتاد. وكان عنده زي عقدة نقص إن هو هيكون فاني مورتل، فكان موته سمه النقطة دي وعايز يغيرها. كان بيخلي الناس تعمل بالسخرة في بناء سور عظيم حوالين مدينة أوروك. كعادة أي ملحمة في تفاصيل كتير مش هنلحق إن احنا نتكلم عنها، بس هنحاول نذكرها باختصار. عشتار أو إشتار إلهة الحب والجمال، مقابلها أفروديتي في الإغريقية، وفينوس حتحور وإيزيس، وأسماء تانية كتير. كانت امرأة يعشقها كل الآلهة والبشر، أي حد ماشي على رجلين بيحبها، لدرجة إن البشر كانت بتذبح لها القرابين فتنزل تاكل معاهم، بعد كده تنفض لهم بعد ما تاخد كل ما يملكونه، وتقول لهم ما بقاش عندكم حاجة تجبرني أو تغريني للبقاء معاكم. عشتار أعجبت بقوة ووسامة جلجامش اللي كان ضاربها جزمة حرفيا، وده اللي خلاها تزداد تعلق بيه. فضلت تجيله يمين وتجيله شمال إن هي تجريه، بس مفيش. الراجل بتاع حروب وممالك مش فاضل الكلام ده ومش مهتم أصلا. فطلبت البنت مدللة عشتار من أبوها آنو إن هو يعاقب جلجامش على سوء تصرفه، وعلى الفور بعت له طور سماوي عملاق عشان يذيقوا الويلات. بس جلجامش مروض الأسود مش هيعطل قدام حاجة زي دي، وبعد صراع طويل قدر إن هو يقتل الطور ده، بل ويطبخه وياكل لحمه كمان. ودي كانت مصيبة عند الآلهة، اكتسب جلجامش بسببها غضبهم وحرقهم عليه. فضل سكان مدينة أوروك يتضرعوا للآلهة عشان يخلصوهم من بطش جلجامش. فقامت الآلهة أرورو بخلق رجل شبه حيوان اسمه إنكيدو، كثيف الشعر وسيء الطباع وقوي بطريقة مجنونة، وبعتته للأرض. إنكيدو كان بياكل من العشب ويشرب من النهر زي الحيوانات، يعني العكس تماما من جلجامش. وده ممكن يكون تفسيره الصراع بين المدنية والحياة الريفية البسيطة. المهم، انكيدو كان زي يأجوج ومأجوج كده، ياكل فيخلص الأكل، يشرب فيخلص المية، وتهرب الحيوانات من قصاده. فكانت حاجة بتزعج السكان جدا. فراحوا لملكهم جلجامش
يطلبوا منه يشوفوا حل مع نصف الحيوان ده. جلجامش اتفق مع عاهرة إن هي تروح وتجري إنكيدو إنه يمارس معاها الحب، وبكده يتعلم معنى الحب ويتحضر شوية. وده نفع فعلا. كان اسمها شمخات، وكانت خادمة في معبد عشتار. شمخات في ليلة صافية بعد ممارسة الحب مع إنكيدو حكت له عن الملك بتاعها، وإزاي هو ملك ظالم لدرجة إن هو بيدخل على النساء قبل أزواجهم. فقرر إنكيدو إن هو يتحدى جلجامش عشان يتخلى عن تصرفاته المؤذية للناس دي. وبالفعل الاتنين اتقابلوا، ويقال إن صراعهم استمر لمدة 3 أيام، ضربة من هنا على ضربة من هنا، والاتنين يا جبل ما يهزك ريح. بس جلجامش كانت ليه الغلبة في الآخر. إنكيدو اعترف بقوة جلجامش، والاتنين على عكس المتوقع بقوا أصحاب جدا. زي ما قلنا في الأول، جلجامش كان نفسه يعمل أعمال عظيمة تخلي الناس تفتكره بالخير، فقرر الذهاب مع إنكيدو بعد الحصول على مباركة الإله شمش، إله الشمس. لا، هي مش كافية، هو ده اسمه. قرر إنه يروح ويقطع غابات الأرز مكان الآلهة، ويقضي على حارس الغابات دي اللي هو اسمه خومبابا. في رحلتهم للغابة كان جلجامش بيشوف كوابيس سيئة جدا، بس إنكيدو كان بيطمنه إن معنى الكوابيس دي إن هما هيكون ليهم الغلبة ويقدروا يتغلبوا على خومبابا. وده بالفعل اللي حصل. وتوسل خومبابا ليهم إن هما ما يقتلوهوش، لكنهم قتلوه بغض النظر عن توسله. وده أثار غضب إنليل إله الماء، اللي هو كان موكل خومبابا بحراسة الغابة في المقام الأول. وبعد ما ده حصل بنرجع فلاش باك لنقطة عشتار ونزول الطور السماوي وقتله. غضب الآلهة وقرروا إن هما يقتلوا إنكيدو عقابا لجلجامش. طب ليه هما ما قتلوش جلجامش؟ لأن إنكيدو بشري، إنما جلجامش دمه من دماء الآلهة. وبالفعل إنكيدو جاله مرض مجهول، وفضل جلجامش جنبه قاعد بيبكي عليه، وأمر الناس كلهم في المملكة إن هم يدوروا على علاج ليه. لكن هيهات، جلجامش القاسي اللي كان بيعذب شعبه لأول مرة قلبه رق على صاحبه. كلمات إنكيدو بأن هو هيكون ملك عظيم في يوم فضلت ترن في ودنه. مات إنكيدو بين إيدين صاحبه ورفيقه جلجامش. كان حزين عليه جدا لدرجة إن هو رفض دفن الجثة لمدة أسبوع لحد ما الديدان خرجت منها. فدفن جثة صاحبه وتخلى عن كل حاجة حتى لبسه الفاخر، وانطلق يبحث عن معنى الخلود. تقريبا في الأساطير كلها في تطابق أو تشابه لقصة طوفان نوح. القصة دي برضو من نفس التطابق. جلجامش كان عارف إنه لازم يلاقي البشر الوحيد اللي نجا من الطوفان ده، اللي هو اسمه أوتنبشتم، أو مقابل سيدنا نوح في الإسلام. في رحلته دي قابل إلهة اسمها سيدوري، إلهة النبيذ، ونصحته بدل ما تروح وتدور على أوتنبشتم، عيش اللي فاضلك من حياتك والبس أحسن لبس واشرب وكل براحتك. بس جلجامش كان مصمم على خوض الرحلة دي، فسيدوري ما لقيتش حل غير إن هي تساعده، ودلته على طريق أورشنبي. أورشنبي ده هو اللي بيقود القارب على نهر الموتى، اللي هو نهر ستيكس في الإغريقية. وصل جلجامش أخيرا لأوتنبشتم اللي حكاله قصة الطوفان العظيم اللي ما نجاش منه غيره هو وزوجته. ولاحظ أوتنبشتم إن جلجامش مصر جدا على سر الخلود، فحذره وقال له إنه مش حاجة حلوة زي ما أنت فاكر، بل بالعكس ملعونة، وهيشوف ناس كتير حواليه بتموت، وهيفقد حاجات غالية عليه جدا. بس مع إصرار جلجامش الحديدي، أوتنبشتم عمل له اختبار، لو نجح فيه هيمنحه الخلود. كان الاختبار إن جلجامش يفضل صاحي لمدة 6 أيام و7 ليالي،
وبالطبع جلجامش فشل في ده، لكنه فضل يلح على أوتنبشتم وزوجته إن هما يلاقوا له حل تاني. فصعب جدا على زوجة أوتنبشتم، وقالت له على عشب سحري يقدر يرجع الشباب في نهر اسمه ديلمون اللي هو قريب من البحرين حاليا. نجح جلجامش في الحصول على العشب ده، ولكنه للأسف اتسرق في الطريق وهو راجع من قبل أفعى. فرجع بطلنا الأوروك زي ما خرج منها بدون أي مكاسب، وفي طريقه الأوروك شاف السور العظيم اللي كان بيتبني، وعرف إن سر الخلود هو الخلود في قلب الناس. فقرر يتغير ويبقى ملك أحسن، وعامل شعبه معاملة طيبة. آخر حاجة إحنا نقدر نفهمها كانت مكتوبة من الألواح الطينية دي، إن بعد موت جلجامش أوروك بأكملها حزنت على رحيل الملك العظيم.